مساء الخير يا جماعة. النهاردة معانا شخصية مهمة جدا، راجل من الناس، من الشارع المصري الأصيل، صاحب الرأي الجريء والرد السريع. عمو جمعة، احنا هنا مش علشان نضحك وخلاص، احنا هنا علشان نفهم يعني ايه صاروخ فرط صوتي. معانا دلوقتي عمو جمعة، راجل عنده من الحكمة ما يكفي يفسر لنا أعقد أسرار التكنولوجيا. يا عم جمعة، بالله عليك، يعني ايه صاروخ فرط صوتي؟ يعني صاروخ ما بيفرطش بحقه. يعني حضرتك بتقولي دلوقتي ان الصاروخ ما بيفرطش في حقه؟ لا لا لا، ده كلام تقيل. ينتش اللي جاي واللي رايح. انا كنت فاكر ان فرط صوتي يعني صوت عالي، طلع بيجري ورا اللي جاي واللي رايح. صاروخ ملاوع ما بينشافش. ما بيتشافش؟ لا لا لا، استنى بس، يعني صاروخ شبح؟ ده لو امريكا سمعت الكلام ده هتخاف. شفته ما بيتمسكش، مسكته ما بيتفكرش. اسرع من التمنايه يا حاج. تروح فيها التمنايه جاره يعني الصواريخ. بيدي في الشكابيله. شيكابالا؟ لا لا لا، استنى، ايه الشيكابالا دي؟ ده سلاح جديد ولا ده اسم العملية؟ لا في الشكابيله والله. والله العظيم يا جماعة، اول مرة اسمع عن صاروخ يدخل في الشيكابيلا. احنا بقينا فين؟ له علاقه في الشكابيله. خلاص، واضح ان الشيكابيلا دي هي السر كله. ده ابن كلب ده بيسرق عشق في الشكابيله ما يسيبهاش. يا نهار ابيض، وما بيطلعش منها؟ لا والله حتى جبت له حاجه بتاعت عبيد. انت عارفه بيسرق من ايه؟ قول لي، بيتصنع من ايه؟ اشترى من معادن وفيش كمانيات جوه ومعادن اليورانيوم والمغنيسيوم على رشتين صوديوم. ده صاروخ ولا سلطة معادن؟ ده ينفع في الجيش وينفع في الدايت. وده كان آخر التطورات في عالم الشيكابيلا النووية، مع خبير الصواريخ والشعر والأملاح المعدنية عم جمعة.